لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي إلا بعد. السيد المندوب الثاني للقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، السيد مدير مصلحة القدماء المحاربين، السفارة الفرنسية، السيدة مندوبة الوكالة المشتركة المغربية الفرنسية، السيد نائب رئيس المجلس العلمي، السيد رئيس رابطة علماء المغرب الجديدة، السادة الحاضرون، السادة والسيدات أبناء وبنات الفقيد وأصحاب وأصدقاء وجميع أفراد العائلة الكبيرة والصغيرة. أمام هذا المصاب الجلل الذي لم يقدر أحد من الأسرة والأصدقاء والإخوان على تحمله لولا الإيمان الراسخ بوحدانية الله وقدرته وقهره فوق العباد. في هذا اليوم المبارك والذي يصادف الذكرى الأربعين من وفاة المرحوم، أتقدم باسمي وباسم أسرتي الفقير بأولاده وبناته وحفيداته وأحفاده وأصهاره وجميع أفراد العائلة بجزيل الشكر والامتنان لأخينا العزيز، كما كان يناديه المرحوم دائما السيد المندوب الثاني لقدماء المحاربين وآباء جيش التحرير، الذي كان ولا يزال يتفقد أحوال المرحوم طيلة حياته وإلى وفاته. وما اجتماعنا اليوم وتنظيم هذا الحفل التأبيني إلا دليل على اهتمامكم بأبناء هذه المدينة العزيزة، بل وتقديركم واعترافكم بمجهوداتهم ونضالهم، مما جعلكم تضيفون هذه اللبنة للذاكرة المحتفظ بها في هذا الجانب من الفضاء الثمين، والتي أصبحت عربونا لعزائنا في الفقير. فجزاك الله عنا خير جزاء وأعانكم في مهامكم السامية ولما فيه صلاح هذه المدينة. كما لا تفوتني الفرصة أن أشكر باسم العائلة جميع المتدخلين على مداخلاتهم القيمة، كما نشكر جميع الحاضرين وكل من شارك من قريب أو بعيد. تغمد الله الفقير الغالي بواسع الرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.